هاي بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلاقيكم دايما بصحة وهناء. راني عاودت لكم البنات، على بالي اني طويت الغيبة، مي راكم تعرفوا مع المرض. شوفوا صوتي راه بحبب سكاني مريضة، طلبوا لي ان شاء الله ربي يجيب لي الشفاء يا البنات يا الغاليات. كالعادة راني جيتكم بوصفة جديدة وبنينة وسهلة واقتصادية، وديروها لولادكم صغار راح يحبوها ويموتوا عليها. ما عندي ما نقول لكم يا البنات. نبداو على بركة الله. برك البنات، قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموني في القناة وديروا لي ابوني هكذا باش تزيدوا تحفزوني اكثر، ندير لكم فيديوهات اكثر وافكار اللي راكم حابينها نتوما. وثانيك خلوا لي رايكم على واش راكم حابين ندير لكم فيديوهات في المرات القادمه. بسم الله على بركه الله. في الوصفه تاعنا نحطوا في ريسيبيون حبه تاع البيض تكون بدرجه حراره الغرفه، وزوج مغارف كبار تاع السكر. الحلاوه كيما تحبوا نتوما، تحبوا تزيدوا السكر زيدوا حتى 3 مغارف كبار، بصح من المستحسن السكر ماشي مليح للصحه، يعني كل ما تقللوا منه كل ما مليح. وثانيك نزيدوا لها 4 مغارف كبار تاع الزيت. نزيدوا ثانيك نص مغرفه تاع لافاني، ونص كاس تاع الحليب. ماشي لازم يكون دافي، ماشي لازم يكون بارد، يكون نورمال الحليب. نزيدوا لها ثانيك قريصه تاع الملح. هكذا بنات نخلطوا كاع السوائل مع بعضهم كما راكم تشوفوا. نكملوا ابخي نزيدوا كاس تاع الفارينه من المستحسن البنات تغربلوها هكذا باش البانكيك تاعكم يزيد تجيكم خفيف وبنين اكثر. ونص خميره كيميائيه. نخلطوا كلش مع بعضه كما راكم تشوفوا البنات حتى نتحصلوا على هذا القوام الكريمي، ونخلو لاباط تاعنا تريح بوندون 5 مينوت حتى 10 مينوت باش نبداو نطيبوا في لي بانكيك تاعنا. راكم تشوفوا بعد ما خليت لاباط تاعي تريح بوندون 5 مينوت حتى 10 مينوت، شوفوا كيف ولات. هي تشبه لاباط تاع لي كريب، يعني نفسها. نوجدوا لا كريبيير تاعنا ولا المقله على حسب واش متوفر عندكم في الدار. من المستحسن لازم تكون مقله مليحه وتكون ما تلصقش بوكو بلوس. الوغ البنات نخلو المقله تاعنا في الفورنو، ونديروا لها شويه تاع الزبده هكذا باش نتفاداو ونتجنبوا لاباط تاعنا ولا البانكيك تاعنا يلصقونا في المقله. كما راكم تشوفوا بنات نبداو نعمروا ونحطوا في المقله ونشكلوا لي بانكيك تاعنا هكذا بنات حتى نكملوهم كاع. شوفوا يا البنات بعد ما البانكيك تاعنا تحمرت، شوفوا لا كولور اللي راهي تاخذها لاباط تاعنا. هذه هي لا كولور الشابه كاع فيهم كولور دوري، وهذه هي تاع لي بانكيك. تعرفوا بلي البانكيك تاعكم نجح، لا كولور لازم تخرج هكا، تخرج محمره على قاليها. الله الله يا البنات. كما راكم تشوفوا نقلبوا لاباط، نقلبوا البانكيك تاعنا حتى يطيبوا لنا كاع بنفس الطريقه. دوك نبداو لمرحله التزيين. انا حبيت نزين بالشوكولا ونزين بشويه بانان وعندي شويه العسل، وانتوما تخيروا واش تحبوا، تقدروا تخلوهم هكذا دير لهم غير العسل ولا نتوما واش راكم حابين. هكذا البنات انايا نبدا نوجد لي بانكيك تاعي. كل طبقه نحط لها شويه شوكولا ونقطع الموز تاعي هكذا باش ولادكم صغار يقدروا ياكلوها، وشوكولا مع البنان يجوا بنان بزاف. وفي الاخير نزينهم بشويه عسل هكذا كما راكم تشوفوا، ولا تحبوا ديروا لهم شويه سكر غلاس نتوما والاختيار تاعكم. وشوفوا يا البنات الشكل النهائي بعد ما قسمتها كيف جات بنينه وجات هيله بزاف بزاف بزاف. وفي الاخير ان شاء الله لا فيديو تكون جازت عليكم خفيفه وظريفه وما نكونش ثقيله عليكم يا البنات. اذا عجبتكم الوصفه ولا عندكم
اي تعليق على الفيديو خلوا لي رايكم في لي كومونتير، وثانيك ديروا لي ان بتي لايك شباب كيما نتوما يا البنات. نتلاقاو في لا فيديو الجايه وفي فيديوهات اخرى يا البنات، ونبقيكم على خير. مع السلامه.